حبايبي، ايه رأيكم في السينابون ده؟ يلا نشوف هنعمله ازاي بكل سهولة. هنجيب مج من الحليب كده يكون دافي، وهنضيف عليه مكعب زبدة او معلقة زبدة كبيرة مسيحاها، وبعد كده هضيف لهم بيضاية وتكون بدرجة حرارة الغرفة. وبعد كده طبعا حطيت البيضاية لازم اضيف لها فانيليا. هجيب كيس من الفانيليا اللي هو الجاهز ده، او كيسين من اللي هي ايه الفانيليا التانية السايبة. وبعد كده هبتدي بقى اضيف الخميره. معلقه بتاعت الشاي دي هضيف معلقتين وربع او نص من الخميره الفوريه. وبعد كده هحط 4 معالق من السكر، ادي التالتة، ادي الرابعه. وبعد كده هدوب كده كويس المكونات دي مع بعضها كده. وبعد كده دي بيكربونات الصوديوم يا دوبك طرف المعلقه، على طرف المعلقه كده زي ما انا عملت كده. بعد كده هجيب بقى ايه، هضيف في الاول 3 مجات نفس اللي عملت بيه اللبن كده، واسويهم كده مش ملانين قوي من الدقيق. ولو احتاجت بعد كده دقيق هضيف لها معلقه في معلقه. وهي على العموم خدت مني 3 مجات ونص من الدقيق. شايفين العجينه بتلزق ازاي؟ دول ال3 مجات. هبتدي اضيف بقى معلقه معلقه اللي هو نص المج اللي هضيفه، لغايه ما يبقى معايا عجينه لينه بتلزق على خفيف في الايد اهي زي ما شفتين كده. شايفين كده في تلزيق بسيط، ده بيخليها طالعه هشه وجميله. بعد كده هفردها بالنشاب على ورقه زبده او على الرخامه، على ايه، على شكل مستطيل تسووها كده. وعندي طبعا زبده سايحه بدرجه حراره الغرفه، همشي عليها بالزبده كده لغايه ما اغطي العجينه كلها زي ما انتوا شايفيني. بعد كده بقى هعمل 3 معالق من السكر، وهضيف لهم معلقتين كبار من الايه القرفه. وممكن تضيفي كمان معلقه من الكاكاو الخام، بس انا ما عنديش، فهي اساسها القرفه والسكر. هخلطهم كده وابتدي ارشرش كده، اغرق العجينه بالايه، بالسكر مع القرفه اللي انا عملتها بالراحه كده لغايه ما ايه سويتها كلها. بعد كده بخفه كده بايديا اساوي وارولها كده بالراحه عشان تبقى ايه متساويه، واحده واحده كده بالراحه لغايه ما امشي بيها لغايه ما ايه تكمل العجينه على شكل اسطواني او شكل رول كده. بالراحه واحده واحده زي ما انتوا شايفيني كده بايديكم. عملتها على شكل اسطوانه، بحدد لها على قد القطعيه اللي هقطعها بيها زي ما انتوا شايفيني. بعد ما عملت بسكينه حاميه كده، انا اشتغلت بسكينه حاميه، انت ممكن تجيبي خيط رفيع كده وتنزلي من تحت كده وتلفي وتقطعي بيه بكل خفيه، بس انا السكينه عندي حاميه فاستخدمتها عادي. زي ما انتوا شايفين كده قطعت قطع متساويه واعمل ضغطه بسيطه كده واحطها زي ما انتوا شايفين في منتهى الجمال، والعجينه خفيفه. انتوا لو تشوفوا انا كنت حاطه في صينيه المونيا، بدلتها بعد كده بصينيه من البايركس لان الصينيه التانية كانت كبيره شويه عليها. حطيت، وبعد ما خمرت هدهن وشها بالزبده السايحه كده ودخلها الفرن كده. بعد ما طلعت شكلها جميل، يلا بينا نعمل بقى الصوص اللي هنحطه عليها. هنجيب شفشق الخلاط، كوبايه من الحليب، هنضيف عليها برضو نفس المج من السكر، وبعد كده نص مج او 3 معالق كبار من الحليب البودر. وبعد كده هنضيف مكعبات، دي علبة كاملة من جبنة النستو، او لو عندك جبنة كيري بتديها طعامة وسمك جميل جدا. بعد كده عندي علبة من القشطة اللي هي الجاهزة، هضيفها لها هتديها طعم جميل. ما عندكيش حطي معلقتين 3 من القشطة وش اللبن، كل ده بيديها طعم ومزازة ايه وجمال. بعد كده مكعب كبير كده من الزبدة، يعني معلقة كبيرة هضيفها لها. وبعدين ضربت في الخلاط، وده ايه السمك بتاعه، انت تحسي انه خفيف شويه، اول ما تحطي في التلاجة شويه هتلاقيه تقل معايا.
وبعد كده اهو طلعته بعد ما طلعت من الفرن وهديت شويه. شفتوا بقى سمكه عامل ازاي، مع انه كان نازل قدام كله اخف من كده. هحط بقى كل الصوص دوت على السينابون واغرقها خالص. وبعد كده كمان هتلاقوا ان عندي ايه عليها شكل من الشوكولاته. كان عندي شوكولاته انا عاملاها في البيت، رحت ضايفه عليها كده رايح جاي واديتها الشكل جمالي كده وطعم كمان جميل. على فكره حبايبي ممكن تحطوا صوص اي صوص يعجبكم، انا حطيت شوكولاته ممكن كراميل، جربوها تعجبكم، والصوص لوحده خطير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.